كما غتكونوا تعرفوا ايلون ماسك استحوذ على تويتر في واحد الصفقه تتبلغ 44 مليار دولار، وخدا الشركه ديال تويتر من بوبليك، يعني اي واحد كان يقدر يشتري فيها ستوكس ويتاجر فيها، الشركه برايفت، يعني عندها مالك وحيد هو اللي تيتحكم، هو اللي تيدير كل شيء. ولكن السؤال المطروح والسؤال اللي غادي نحاول نجاوب عليه في هذا الفيديو هذا من اترافير يعني المفهوم ديالي وداك الشيء اللي بان ليا والقراءه بين السطور، علاش شرا ايلون ماسك تويتر؟ موضوع شائع في هذه اللحظه هذه، كلشي تيهضر على هذا الموضوع هذا، وكاين اللي تيقول لك شرا تويتر لان بانت ليه الضربه، بانت ليه بان تويتر كانت محنه وجا هو غادي يستحوذ عليها وغادي يردها، يعني من شركه تتفقد الملايين تاع الدولارات في النهار الى شركه تكون رابحه ويكون المداخل ديالها خياليه. كل واحد واش تيقول. الا سولتو ايلون ماسك هو راسو غادي يقول لك بانه شرا تويتر في محاوله انه يحمي حريه التعبير، كما توصف هو راسو، تيقول لك هو هيز ان الترا بليفر ان فري سبيتش، يعني واحد يامن بالحريه التعبير لواحد الدرجه خياليه، وشاف بان تويتر كانت فيما تينوض مثلا شي رايت وينغ، شي واحد من اليمين ولا من اليسار، شي واحد تيقول تيخرج لشي هضره ماشي هي هذيك، ولا تيحرض على الشغاب ولا شي حاجه، تتنوض تويتر وتتمنعو، كيف ما وقع للرئيس السابق دونالد ترامب. هو قال كان قضيه ما عجبتنيش، يعني البلاتفورم خصها تكون فري سبيتش فور ايفريبادي، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اما يكون في اليمين ولا في اليسار هو ما شغلوش، قال لك المهم اللي بغى يقول شي لعيبه يمشي يقولها في تويتر. علاش تويتر تتنوض وتتمنع شي وحدين وتتحبس لهم لي كونت ديالهم؟ وقال بانه المحاوله ديالو I'm trying to save humanity، انا تنحاول يعني نعتق الانسانيه، وهذا الشيء اللي تيقول هو. غير هو انا من وجهه النظر ديالي ما تنامنش بهذا الشيء اللي تيقول هو، لان فاش نشوفوا التصرفات ديالو سوغ لا بلاتفورم في تويتر تتبين لك بانه هي بيكس اند تشوزز، تيقول لك يعني حريه التعبير، ولكن مؤخرا مثلا كان واحد الكونت اشنو تيدير، تيمشي كاين واحد لو سيت ويب فيه المعلومات ديال لي كوردوني ديال الطيارات بوبليك كاملين في الميريكان، مشى لهذا السيت ويب تيجبد منه الاحداثيات ديال الطياره ديال ايلون ماسك وتيحطها في تويتر. مثلا الطياره ديال ايلون ماسك تحركات من لوس انجلوس مشات لنيويورك، تيكتبها في تويتر، تيقول الطيارات فلان راه مشات لنيويورك، هي غادي في نيويورك، هما الاحداثيات ديالها. هذه يعني انفورماسيون بوبليك، اي واحد يقدر يمشي لذاك السيت ويجبد هذه المعلومات هذه. غير هذا السيت هذا كان تيمشي لهذا السيت يجبد المعلومات يحطها في تويتر اترافير ان اي بي اي، يعني اوتوماتيزي. ناض ايلون ماسك بلوكاه في تويتر، قال ليه لا ما عندكش الحق تبوستي هاد الانفورماسيون لان هاد الانفورماسيون بريفي. ناض السيد وبزاف تاع الناس عقبوا عليه، قال ليه لا هاد الانفورماسيون ماشي بريفي، راه موجوده بوبليكمون، تقدر اي واحد يمشي يشوفها. ناضوا ليه الناس وداك الشيء عاد ناض يمكن ورجع لذاك السيد الكونت ديالو، ولكن طلب منه انه ما يبقاش يحط دوك المعلومات لان قال لي تتحط العائله ديالي في خطر. فتتلاحظوا هنا انه في هاد الحالات هادو ما كاينش فري سبيتش، واحد بغى يجيب معلومه موجوده يعني بوبليك ويبوبليها حتى هو، علاش حبستيه؟ الحاجه الثانيه اللي تخليني عاوتاني نشك في هذا الشيء اللي تيقول هو انه باغي يعتق الانسانيه وباغي يعني يحرر الناس وعندهم حريه التعبير، هو انه لاحظنا مؤخرا فاش كان استحوذ على تويتر وتينوض تيقول شي معلومه تكون خاطئه، مثلا تيقول لهم في تويتر راه درنا هذه اللعيبه، تينوض شي واحد خدام في تويتر وتيصلحوا تيقول ليه لا راه مازال ما درناهاش، راه يلاه تنامبليمونطو فيها، راه مازال ما تامبليمونطاش. ناض النهار الثاني فاير هذاك السيد اللي تشالنجاه في تويتر، داك السيد اللي ناضوا وصححوه في تويتر ما عجبوش هو الحال، النهار اللي موراه ناض وزرع عليه من الخدمه. فاش تشوف حوايج بحال هادو تيبان لك بان السيد المهم تيقول لك فري سبيتش وحريه التعبير، ولكن تيختار فين يدير حريه التعبير، تيختار فين ما يديرش حريه التعبير. فلهذا انا ما تنظنش ان هذا هو السبب الرئيسي علاش خدا تويتر، تنظن عنده شي سبب اخر اللي ما قالوش للناس. وحنا اليوم في هذا الفيديو هذه غادي نحاول نوريكم شي حوايج اللي بانوا لي انا، ونقول لكم كيفاش تنفكر وعلاش تنفكر ايلون ماسك استحوذ على تويتر. انا تنظن كاينين جوج الاسباب، والسبب الثاني اهم بزاف من السبب الاول اللي غادي نقول لكم. السبب الاول علاش خدا تويتر كما لمحت لها في البدايه ديال الفيديو هو باش تكون عنده باور. كما تعرفوا دابا ايلون ماسك هو اغنى رجل في العالم، ولا كان اغنى رجل في العالم، وقيلا ما بقاش اغنى رجل في العالم، وكان عنده كل شيء، المال وعنده بزاف الحوايج. الحاجه الوحيده اللي ما عندوش هي الباور، ما عندوش السلطه على الناس. الشركات ديالو ديال سبيس اكس ديال تسلا وداك الشيء ما عندهاش شي سلطه على الناس. المهم هي شركات ديال التكنولوجيا متقدمين في التكنولوجيا، تيصيفطوا الصواريخ للفضاء وداك الشيء وتيرجعوا. تسلا حنا غنيه على كل تعريف، ولكن ما عندوش شي سلطه على الناس، ما تيقدرش يتحكم في the public sentiment بنفس الطريقه كما مثلا فيسبوك او لا جوجل تيقدروا يتحكموا فيهم. علاش؟ لان فيسبوك وجوجل عندهم واحد الحاجه اللي هو ايلون ماسك مازال ما عندوش، هي اكسي للداتا، المعلومات
ديال الناس. فيسبوك عندها هاد لاكسي ديال المعلومات، عندها اكسي للتصاور ديال كاملين، عندها اكسي ديال كل شنو تدير ليه لايك وشنو تدير ليه ديسلايك، عندها اكسي شنو هما الافلام تتفرج فيهم، الكتب اللي تقراهم، مع متى مصاحب لونتوراج ديالك شكون فيه، شنو قريتي، عندهم كل شيء. وكذلك جوجل بحكم انها هي اللي تتمتلك يوتيوب وهي اللي عندها اكبر يعني انجن سيرش في العالم. ما عرفتش دابا واش تشات جي تي بي غادي يقدر يستحوذ على جوجل لا، ولكن والويت اند سي. عندهم المعلومات ديال كاملين حتى هما. اغلبيه الناس تستعمل جيميل، اغلبيه النص ديال العالم تستعملوا اندرويد فونز اللي هما جوجل اللي مصايباهم. يعني فعندهم اكسي لهذاك الديتا، وبهذاك الاكسي الديتا تيقدروا يرانيو دابا الاي اي على ديك الديتا اللي عندهم، ويعرفوا الناس، يعرفوا الاتجاهات فين غاديين، يعرفوا التوجه السياسي ديالهم، يعرفوا التوجه الاجتماعي ديالهم، يعرفوا شنو تيعجبهم واش ما تيعجبهمش، شنو كاع داكشي. ايلون ماسك ما عندوش هاد الاكسي للديتا هذه بالشركه ديالو سبيس اكس وبالشركه ديالو ديال تسلا. فلهذا بغى تكون عنده واحد الشركه السوشيال ميديا بلاتفورم اللي من خلالها يقدر ياكسيدي الديتا تاع الناس، سميتهم في خدامين، شنو تيقولوا، شنو تيتويتيو، شنو تيعجبهم، شنو ما تيعجبهمش الى غير ذلك. فلهذا راه بدا هذا المخطط شحال هذا، راه ماشي غير جاو قال غادي نشري تويتر، راه بدا بالسكوتي ما قالها حتى واحد، وتيشري اسهم في الشركه ديال تويتر بلا ما يعرفوا حتى شي واحد. بقى تيشري يشري 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 حتى ولات عنده 10% ديال الاسهم ديال الشركه كامله. وشنو تيوقع فاش يكون عندك 10% ديال الاسهم ديال شي شركه في امريكان؟ the board of directors يعني المكتب اللي ديال المديرين اللي تيشرف على هذه الشركه هذه، خاصهم يعيطوا عليك تجي تنضم لذاك المكتب ديالهم، لذاك the board of directors. خصك you have to become a member. عيطوا ليه قالوا ليه راه دابا عموم انت عندك ما عندك ديك الساعه عنده 12% ولا 11% ديال لي شير. قالوا ليه هاجي خصك تبقى يعني نعزموا عليك تولي معنا في البورد اوف ديريكتورز معنا، وانت تاخذ يعني تبارتيسيبي في اتخاذ القرارات الى غير ذلك. ولكن فاش مشى بغى يجوين البورد اوف ديريكتورز اكتشف انه ما غاديش يقدر يغير بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان البوردز اوف ديريكتورز عندهم مهمه وحده فقط، هو انه يتخذوا القرارات الصائبه اللي تترجع بالفائده الماديه على المستثمرين ديالهم. هذه هو الهدف ديالهم الوحيد. اي تغييرات غادي تبغي دير اللي ما عندهاش شي مدخول مادي على المستثمرين، ما عندهاش شي نتيجه ولا شي عائده على المستثمرين، ما غاديش يبغيو يديروها. وهو بالعكس هو فاش جا باغي يغير بزاف ديال الحوايج اللي تقدر ما يكونش عندها عائدات ماديه ولكن عندها اغراض اخرى. فلهذا اكتشف بان ما غاديش يقدر يدير حتى شي حاجه. تما فين جاتو الفكره انه خصو يستحوذ على تويتر 100%، خصو يتولي ديالو باش يقدر يدير داكشي اللي بغا. اشنو دار؟ اقترح عليهم انه يشري ما عندهم، ولكن في الاول رفضوا. البورد اوف دايركتورز رفضوا، قالوا لي حنا ما بغيناش نبيعوا داكشي هذا. هو يهددهم قال لهم غادي هاد 10% ولا 12% ديال الاسهم اللي عندي غادي نبيعها في دقه واحده في المارشي. سكيفو دير شنو غادي يوقع فاش يكون العرض والطلب؟ راكم عارفين فاش هو غادي يبغي يبيع هاد 12% دقه واحده، راه لي بري ديال الاسهم ديال تويتر غادي يطيحوا بزاف وغادي ياكلوا الدق. ما عجبهمش الحال، بقى تيدير لهم الشونطاج بهذه القضيه هذه، وفي الاخر صافي هما يستسلموا وقبلوا ليه العرض ديالو. المهم تما راك عارف القصه. تما بغى يبدا ينيغوسي شويه قال لهم لا حكا راه عندكم ماشي 20% ديال لي كونت اللي في تويتر راه غير بوتس ماشي بنادم ديال بصح، نقصوا لي شويه في الثمن. هذا ما بغاش، قال لهم صافي انت ما كليش باغي نشري. تنظن هو كان دار هذيك العمليه باش يرخص شويه باش يتساوى معاهم شي شويه في الثمن. هما ناضوا رفعوا عليه دعوه، شافوا القضيه غادي تزيد تعنكش وتعطل وداك الشيء، قال لهم دون وري باريت انا غادي نكمل الصفقه معاكم ب 44 مليار دولار. هي هذيك راه معروفه، هذيك مشهوره هذيك الفيديو فاش بينوه داخل تويتر وهاز داك السينك زعما ليريت سينكين ولا ام كامين تو، غادي نغسل هذا تويتر ولا ما كيما بغيتو تفهموها انتم. انا في نظري ايلون ماسك عنده واحد المخطط كبير من غير انه تكون عنده سلطه وعنده قدره على التحكم في الراي العام. وهذا الشيء اللي تنقول راه غير سبيكوليشن الناس، راه يعني ما عنديش شي ماشي قريت شي حاجه ولا عندي شي ادله ولا سمعت شي حاجه، لا غير هذا الشيء اللي استنتجت انا من بزاف ديال الفيديوهات تفرج ديال ايلون ماسك، من المتابعه ديالي ديال هاد التيك اوفر ديال ايلون ماسك لتويتر الى اخره. وغير كيف ما تيقولوا I'm reading between the lines. الوغ كما قلت لكم تنظن ان ايلون ماسك عنده واحد الماستر بلان، وتنظن غتدي ليه واحد 10 سنين 15 عام باش يامبليمونتي هذا البلان. وبما يامبليمونتي هذا البلان هاد 10 سنين هذه خص الشركه تبقى عايشه بشي طريقه، يعني خصو داكشي علاش جا دخل ردها بريفي باش يامبليمونتي بزاف ديال تشينج باش يردها شويه يعني بروفيتبل، يعني تدخل لي شويه الفلوس باش ما يبقاش يصرف عليها من الفلوس ديال تسلا، بما يعني
يكسب الوقت باش يامبليمونتي البلان ديالو. الوغ شنو هو هذا الماستر بلان؟ هذا الماستر بلان كان قالها المحليه في واحد الفيديو انا غادي نحطو لكم هنايا. For those that have used WeChat, I think WeChat's actually a good model. If you're in China, it's basically you kind of live on WeChat. It does everything. It's sort of like Twitter plus PayPal plus a whole bunch of other things, and all roll into one with actually a great interface. And it's really an excellent app. And we don't have anything like that. So really, but I think this thing needs to exist. Whether it is converting Twitter to be the sort of like kind of all-encompassing app that, like I said, everything from digital town square where important ideas are debated, maximally trusted and inclusive, and at a point where you sort of have a high trust situation, then payments, whether it's crypto or fiat, can make a lot of sense. It's either convert Twitter to that or start something new. Those are the two, but it does need to happen somehow. الماستر بلان ديالو هو باغي يصايب what he calls a super app، يعني اون ابليكاسيون اللي تقدر دير كلشي، يعني ماشي غير تويتر تبقى تحط تويت وتقول شنو انا تندير هذه انا تندير هذه وتابديت يعني الستيتس ديالك ولا تباسي شي ميساج ولا تقول شي حاجه. لا، اون ابليكاسيون تقدر دير فيها كلشي، تقدر تبيع وتشري فيها، يقدر يكون اسوسي مع واحد الوالت، يعني تقدر دير فيها الكريبتو تبيع وتشري مع الناس ولا تتبادل معاهم ولا دير شي حوايج. ابليكاسيون اللي تقدر منها تعيط مثلا الاوبر، وهاد اوبر يكونوا دي فواتور تسلا اللي تيجيو يهزوك من شي بلاصه ويديوك لواحد البلاصه اخرى. هاد الابليكاسيون غادي راه هو قالها ديجا اصلا انه بغى يردها بحال اليوتيوب، يعني الكونتنت كرييترز يحطوا فيها دي فيديو ديالهم، يكونوا فيديوهات صغار ولا طوال، سا ديبون. بغى يردها اون بلاتفورم ديال ستريمين، يعني تقدر تستريمي في عمر ما تكتب تويت تستريمي وتهضر مع الناس ديالك واحد دقيقه وجوج دقائق ولا شي لعيبه تباص لهم شي ميساج. تقدر تكون ابليكاسيون ديال تصيفط بها الفلوس ترد بها الفلوس بحال داكشي ديال تاب تاب جو ولا شي ابليكاسيون اخرى، حيت هو اصلا اول ابليكاسيون صايب راه هي باي بال تصيفط بها الفلوس تجيب فيها الفلوس، فتنظن باغي يخشيها حتى هي في نفس الابليكاسيون. وزيد يعني باغا تكون سوبر اب اللي بنادم تيدير فيها كلشي، ما تحتاج تمشي لشي ابليكاسيون اخرى، تولي هي انستغرام هي فيسبوك هي يوتيوب هي امازون هي اوبر هي كلشي اون ابليكاسيون وحده. وهنا غادي نهضر لكم على the elephant in the room. You need a super app for a superhuman. وهنا غادي نهضروا على الشركه ديال ايلون ماسك اللي ما تيهضروش على الناس بزاف، نورالينك. ايلون ماسك عنده واحد الشركه سميتها نورالينك، وهاد الشركه الهدف الوحيد ديالها هو امبليمونتي واحد تشيب في الدماغ ديال البنادم باش الناس يبقاو يقدروا يكومونيكيو مع الكمبيوترات ومع الالات ومع بزاف الحوايج اترافير هذيك التشيب اللي غادي دار في الراس. ودابا راه ديجا خدا التصريح من الحكومه الامريكيه باش يبداو التجارب على الناس. راه ديجا جربها على القروضه وجربها على الحلالف وجربوها وداروا واحد الفيديو انا نحطو لكم هنا دابا تشوفوه. جربوها على القرض، في القرض تقدر يتحكم في الكمبيوتر غير بعينيه، ودابا راه خدا التصريح باش يبدا التجارب على الناس. فاون فوا غادي يقدر يخدمها، يعني تولي صالحه للناس ويعطيوه الترخيص ويبداو يديروها مثلا شي اله تركبها ولا شي حاجه. هنا فين غادي تلينكا السوبر اب اللي بغا يصايب مع السوبر هيومن اللي غادي يولي، يعني الناس او لي سوبر هيومن. هو هاد القضيه هذه راه كنهضر عليها بزاف تيظن وتيامن بان الاي اي والناس يعني الروبوتس والناس غادي يندمجوا وغادي يوليو بحال شي هايبريد بحال شي سايبورغ. يعني قال لك باش نتغلبوا على اي الطريقه الوحيده باش نتغلبوا على الذكاء الاصطناعي هو اننا نوليو واحد حنا والذكاء الاصطناعي. وما تنساوش ان ايلون ماسك حتى هو راه واحد من المستثمرين الاوائل في اوبن اي اللي صايبه دابا تشات جي بي تي. راه هو واحد من كبار المستثمرين في هذه الشركه هذه، وتنظن هذا هو الهدف ديالو. هذا الشيء علاش استحوذ على تويتر، بغى يردها سوبر اب فيها كل شيء اللي تحتاج بنادم، وان فوا بنادم يولي يستعملها وتكون عندها واحد الاقبال كبير وتولي يعني تغلب على لي زابليكاسيون اخرين اللي كاينين، يقدر يامبليمونتيها في هذا النورال لينك، وبنادم تولي عنده ديك السوبر اب في دماغه وتيقدر يدير بها كل شيء. عيط لهذا، عيط تراسل مع هذا، هضر مع هذا، جو لايف ستريم غير من دماغك، غير بهذيك التشيب اللي عندك في الدماغ. وهذا الشيء انا اللي بان ليا يقدر يوقع، ولكن ما عرفتش هادشي دابا غير يعني هادشي غير سبيكوليشن، هادشي اللي تنظن ايلون ماسك تيفكر فيه، وتنظن غير الوقت ولو فيوتور غادي يخلينا نشوفوا واش هادشي اللي قلت بصح ولا غير انا مشيت بعيد شي شويه. خليو لي في كومونتير شنو تظنوا، واش الهضره اللي قلت عندها شي مصداقيه، واش عندها تقدر زعما توقع في المستقبل، واش هادشي النيت اللي تيدور لايلون ماسك في راسو. يلا اللي جات فلاشين ما تنساوش لايك سبسكرايب شير،
عندك شي لعيبه حطنا في كومونتير، راكم عزاز وتنبغيكم من قلبي. نتلاقى معكم في الفيديو الجاي، وبسلام عليكم.